سلام خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. صحة فطوركم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم جيت نشارك معكم هاد الطلبية تاع لي صابلي ولا لي صابلي بريستيج، يعني كمية قليلة ماشي حاجة كبيرة، وقلت نشارك معكم الفيديو بالك تفيدكم الوصفة للعيد ان شاء الله. هي مازال باش ندخلوا حلويات العيد، خلوا كل حاجة في وقتها، ما نحبش نزرب. ماذا بيا حلوة العيد تكون جديدة، ويعني نديروها غير في اليامات الاخرين، ماشي من نصفيه ولا من قبل رمضان. كل حاجه تجي في وقتها تجي حلوه. الو يا البنات، هنا واش عندي؟ هنا درت باطا ونص تاع الزبده، يعني عندي 250 غرام زبده في لوريال، زدت معاها 125 غرام، تسمى عندنا 375 غرام زبده. درت معاها زوج صفار وحبه بيض كامله، عندي لافاني وعندي العطر تاع الجوز. هنا واش عندي زوج معالق كبار قطايف محمصين، زوج مغارف كبار كاكاو، زوج مغارف كبار مايزينا، وزوج مغارف كبار خليط ما بين جوز ولوز وجنجلان محمصين ومرحيين. وعندي كاس سكري كلاص بيان سور. هنا واش راح ندير الزبده والسكري كلاص يتخلطوا حتى نتحصل على قوام كريمي. ندير لافاني وندير عطر الجوز ولا اللوز كيما حبيتو، نديرهم يتخلطوا مليح، ومن بعد نبداو نضيفو في المواد الاخرى، نضيفو البيض بيان سور، ومن بعد نضيفو المواد الجافه ونطموها بالفرينه. فوالا يا البنات، هنا راهو يتخلط هذاك الخليط تاع الزبده والسكري كلاص. نبداو نضيفو البيض بشويه، ضفت حبه الاولى ومن بعد نبدا نضيف في الصفار الاول والثاني. هنا بعد ما تخلطوا شويه راح نضيفو كامل هذوك النواشف اللي هما الجوز واللوز والقطايف المحمصه والكاكاو والمايزينا. هنا عندي الفرينه، ما كيلتش صراحه، نطم حتى نحصل على لاباط تكون طريه. درت معاها رشه تاع الخميره يعني على راس المغرف، ما نكتروش. هنا تقدروا تضيفوا مغرف زيت ولا زوج مغارف زيت كما حبيتوا. فوالا نخلطوا هذيك الفرينه. شوفوا هنا تقطع لي الفيديو، ما فهمت كيف حتى تقطع. طميت لاباط تاعي، درت لي قريب رطل وشويه تاع الفرينه، يعني من بعدك خليتها ريحت شويه، ومن بعد فتحتها عادي، درتها في وسط الكيس الصيدائي، فتحتها طبعتها بالطابع، درت اوفال ودرت هذاك المدور عادي. دوكا نحضر كريمه الزبده. وكريمه الزبده واش فيها؟ عندي المارغرين ماني، عندي زوج مغارف كاكاو، وعندي شوكولا للطالي اوبتيلا. ندير شويه في الكريمه ومن بعد نزيد ندير في الحشو. هنا يتخلط الكريمه ديالي نورمال حتى نتحصل على هذاك القوام اللي يكون وتحسوه باللي خلاص راهي جاهزه. هنا اللي صابلي طيبتهم عادي كل واحد والفرن تاعو، طبعتهم بالطابع كيس غذائي، حطيت ساشي تاع الخبز، حطيت العجينه في الوسط، فتحتها بالحلال، طبعتها ودخلتهم يطيبوا. ما فهمت كيفاش حبس لي الفيديو والله ما على بالي. ليسونسيال. وهنا هاي الكريمه تاعي بعد ما جهزت الكريمه كو شفتوا. عندنا مارغرين ماني، عندي الشوكولا تاع الطلي، وعندي الكاكاو في بلاصه الشيكولا تحبوا ديروا سكري كلاص كيما حبيتوا. ومن بعد نضربوا كلش بالباتور كيما شفتوها، وتنسموها، تعطروها بلافاني، تعطروها بعطر الكاكا الشوكولا الكراميل، نتوما واش حبيتوا. انا عندي زوج اشكال، يعني بعجينه واحده درت زوج انواع. النوع هذاك اللي جاي طويل حندير له شوكولا تختيني في الوسط اللي هي اوبتيلا، وهذا هي المدور الصغير راح ندير له التوفيا، يعني توفيا كراميل. درت كريمه واحده برك الحشوات مختلفين، واحد حشو الشوكولا واحد بحشو الكراميل. شوفوا البنه والله غير فريمون ما شاء الله. مام لاباط جات هايله، لاباط جات بزاف هايله، خفيفه بنينه. حتقولوا لي بنينه سي نورمال الشيكولا والكراميل، بصح ميم لاباط ولا غير تلعب الدور. دي فات تكون لاباط يابسه، دي فات تكون لاباط ماشي بنينه، كل خطره كيفاش. بصح هاد الوصفه فريمون هايله. هنا راح ندير في الوسط شوكولا تختيني، وفي الاخرى راح ندير لها طوفيه كراميل. هذا مكان. استغفر الله. هنا نتوما الحشو واش حبيتو ديروا واش حبيتو، يعني كل واحد. كان عندي صابلي واحد بدون بيض ان شاء الله نديره لكم، ما من الداخل بحشو مختلف تماما، حشو شغل عقده. ما من الحشو نطبعوه بالطابع ونلصقوه كيما هما. شوفوا هي بنينه بصح تقهم صراحه، باش ما نكذبش عليكم، باسكو فيها العسل، فيها حلوه الترك، فيها بصح تاكلي حبه ما تزيدش تولي، بصح بنينه بنينه بزاف.
ان شاء الله نديرها لكم في الوصفات. انا والله ما نحب نزرف الحلوة العيد، يقولوا لي علاش ما تحطيش من قبل. او لك اليوتيوب الله يبارك هو معمر. ما انا يعني كما قلتوا كيما نتوما كيما نقولوا كيما اليوتيوبرز ماذا بيا نسبق ندير حاجة جديدة. مي لا غالب نحب كل حاجة في وقتها. ماذا بينا بنة رمضان تقعد في رمضان، وبنة العيد تبقى في العيد، وكل حاجة والبنة تاعها. ماشي حنا بخومي جوغ تاع رمضان مازال ما بديناش نصومو، وهما يقولوا لك حلويات العيد حلويات العيد حلويات العيد. بسم الله بسم الله، خلوا الحالة كل حاجة بلاصتها، كل حاجة حلوة وكل حاجة تجي كيما والفناها. فوالا هنا نعمر الحشو تاع الكراميل ونعمر الحشو تاع الشوكولا، ومن بعد نبداو غير بالعقل. نلصقو حبة مع حبة، ما نضغطوش عليها باش ما تخرجش الكريمة. اللي تخاف تخرج لها الكريمة ديرها في الكونجيلاتور تشدها شوية، ومن بعد نقلاصيوها. انا هذه كوموند قليله يعني درت لي 10 حبات من 10 حبات من مع المقروط ومع الباتيسري. المقروط والباتيسري ما صورتهمش معاكم باسكو كنت شاركتهم شحال من مره معاكم في فيديوهات. هاد الصابلي برك كي درتو قلت نشارك معاكم الوصفه باسكو الديكور عم يهضروا عليه كامل، شفتو شحال من مره داير حاله، قلت نشارك معاكم الوصفه تاع الصابلي تاعي. هذا ما كان. فوالا هنا ندوزو نقلاصيوها. انا واش ذوبت شوكولا دادا بالحليب عادي، درت لها فنجان تاع الزيت. شوفوا كيفاش راهي خليتها دابت، درت لها فنجان تاع الزيت فوق حمام مائي. كي دابت مليح نخلطها مليح هكا باش يخرجوا دوك الفقاعات منها، ونبداو نقلاصيو في الحبات تاعنا. هذا ما كان. هنا درت هاد الشكل قلاصيتو قلاصاج سامبل، والشكل الثاني درت له كلاصاج فيريرو. يعني الشوكولا اللي قعدت درت لها 2 مغارف ولا 3 كبار تاع داك المزيج ما بين اللوز والجوز اللي درناه في لاباط، درتو في الشوكولا وكلاصيتها. يعني وحده درتها سامبل بالوريقه، والاخرى درت لها كلاصاج فيريرو، ولصقت لها نص حبه جوز من الفوق. ومن بعد ناكخيو هذاك التزيين نتوما كيما حبيتوه. فوالا نقلاصيوهم عادي كما راكم تشوفوا، طريقه سهله. استغفر الله. طريقة سهلة. نخلو الحبات تاعنا ينشفوا. قبل ما ينشفوا نرشوا عليهم الكاكاو. دونك هنا كي تتبعوا معايا راح نوريلكم الطريقه. هنايا هاد الطريقه علاش سهله، كي نحطوا هكا هاد لالوش ولا كنقولوا كاش سباتولا ولا كاش حفصه راح تساعدنا في الكلاصاج. احنا رانا نكلاصيو فيها من الفوق، والكلاصاج راهو يسيح يعني ما راحش يشد لنا بزاف. اون بليس ماشي كيما تكون في حاجه زي ما نقولوا حنقلاصيو في سنيوه ولا بعدا حتى يبس معاها الشيكولا تجو تنحوا الحبه تاعكم ما تنحاش. الوغ هاد الطريقه خير. نقطروه مليح من الشوكولا ونحطوه فوق البابي كويسون ونكملوا كامل الحبات هكذا. فوالا كيما راكم تشوفوا، ونكمل الحبات كامل اللي قعدوا لي. فوالا هنا بعد ما كملتهم كامل واش راح ندير الكاكاو. لازم قبل ما ينشفوا نرشوا عليهم شويه تاع الكاكاو، يعني عطيتها شكل الشباب. هنايا الطابع هذا جاني تقريبا جوست مع الورقه. كاين احسن طابع من الاحسن كاين طابع شويه كبير عليه باش يبان لكم مم هذاك الكاكاو كي ينشف يبان كاكاو. مم الورقه تبان لا فورم تاعها مليح في الحبه كي تكون شويه كبيره. انا تقريبا جاوني جوست مع الحبه تاع الصابلي تاعنا. والتزيين من الفوق اختياري، تحبوا ديروا هذيك الورقه اللي راهي دايره حاله راهي تتباع كل عام يخرجوا لنا طابع جديد وموديل جديد، ونولوا نحوسوا كامل عليه وماذا بينا كامل نخدموا به. احنا هكا تخرج حاجه نحبوا كامل نديروها. فوالا هنا الطابع درتو بالشوكولا، تحبوا ديروه بعجينه السكر تحبوا ديروه بالشوكولا، هي من الاحسن عجينه السكر. تخدمي وتحطي تخدمي وتحطي ما تحسيش. بصح بالشيكولا باش تبداي بالحبات تنشفيها وتعاودي تنشفيها وتعاودي، ما نكذبش عليكم مع واحد صايم ما بقى رايحه جايه في الفريجيدير، كل دقيقه رايحه جايه كل دقيقه رايحه جايه بزاف. فوالا كيما كتشوفوا ما لقيتش انا اسمها لاباطا سكر في الماغون ما صبتهاش، قلت كي عادوا 10 حبات ماشي حاجه نديرهم بالشوكولا وخلاص.
هذه هي. دوك التزيين قلت لكم اختياري، الصح كامل كي تكون لاباط بنينه والحشو تاني كيكون بنين. هنا لاباط تاعي انا ما جاتش حلوه بزاف باسكو درت لها غير كاس فارينه كاس سكري كلاص، ودرت معاها النواشف، يعني درت المايزينا، درت اللوز والجوز هذاك مرحيين، درت القطايف، درت الكاكاو. الحلاوه تاع لاباط جات معتدله، تسمى كي تاكلوا لاباط ناشفه وحدها بلا شيكولا تجيكم عادي، تجيكم شويه سانطه ماشي بنينه. بصح كي يكون الحشو هكا شوكولا وكراميل وكلاص الشوكولا راح تروحوا في حلاوه معتدله. انا برك باش نزين هذاك يعني كما نقولوا نبرزوا الورقه تاعنا، عندي ناكري دوري مع ليكيد تاعو او يتباع، ولا تقدروا في بلاصه ليكيد ديروا شويه قارص، عصره قارص. ومن بعد انا شوفوا هنا جيت ندير بالبانسو ولا الشيتا، ومن بعد تيك ما على بالي بلي نقيس الاطراف، انا قلت نجوز عليه غير بالطرف تاع صباعي هكذا، غير لي كوتي، يعني باش تجي الورقه تاعنا تكون بارزه، يعني تكون باينه. ونكملوا كامل هكا الحبات تاعنا. تقدروا ترشوا هكايا، تحبوا تستعملوا كما نقولوا احنا الشيتا ولا بانسو ولا كشعفسه، ترشوا هكايا الورقه تاعكم ولا الحبه تاع الصابلي تاعكم بهاد الناكري دوري. فوالا هذا هو لا فيديو تاع نهار اليوم، قلت نشارك معكم الوصفه تاع لي صابلي اللي مداريه نديرها، ولا غير فريمون جات بنينه بنينه. يعني حتى كي اذان مور الفطور كامل شربتها مع قهوه كحله مره، فريمون بنه ولا غير هايله مع السكر ناقص وشوكولا ومنه، ولا غير جات بنينه. فوالا هنا بعد ما كملتها راهي ما تبانكمش مليح هكا، حتى كي نحطها في الكيسات والدونتيل تاعها باش يعني تبان الحبه تاعنا. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم، عجبتكم الوصفه اللي يعني معتمدتها. هذيك هنا بعد ما درتهم في الكيسات والدونتيل، هادوك درت لهم نص جوزه قلت لكم كلاصاج فيريرو، وهادو خليتهم سامبل هكذا. وش نقول لكم، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. هذا المقروط، مقروط الغرس، وهذيك الباتيسي ما صورتهاكمش مليحه يدخل في الفريجيدار راهي تبرد. ونقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في الخير ان شاء الله، وصحه صحوركم، سلام.